هو ليه الواحد بيلوم نفسه؟ ببساطة كده عشان يحسن من تصرفاته، وده عادي وطبيعي جدا. بس المشكلة هنا إن النفس البشرية عند بعض الناس بتلوم نفسها بشكل كبير، وتلاقي الواحد بيلوم نفسه على حاجات تافهة ملهاش أي قيمة، وده بيسبب مشاعر سلبية ومعاناة نفسية كبيرة. هتلاقيه بيشوف نفسه وحش على طول، وأسباب اللي بيحصل ده كتير قوي، زي إنه في الماضي كان بيلوم نفسه على أي حاجة، وده خلاه عادة عنده إن هو يقعد يلوم في نفسه. وتقدير النفس عنده منعدم، بيشوف نفسه أقل من غيره كتير، عاوز كل حاجة حواليه كاملة ومظبوطة، ما بيتصالحش أبدا مع الغلط، هو عايز ما يغلطش خالص. والعلاج هنا بيتلخص في 3 كلمات بس: رفع درجة الوعي. ما تخافش من الفشل، اعتبره فرصة انك تتعلم. لما تقابل تحديات صعبة في حياتك اتعلم منها ونمي شخصيتك. بلاش تنهار وتكتئب، ابعد عن المقارنات مع الناس، قارن نفسك بنفسك. كنت ازاي وبقيت ازاي وهتبقى ازاي. خليك واقعي عشان تعرف تتعامل مع الناس وتعيش حياة طبيعية.